بدنا نعرض عليكم قصة فيها عبرة. القصة هذه وصلتني من الرسائل اللي بتنبعت إلي على الخاص. وبداية القصة، واحدة فسخت خطوبتها عشان بسة. الحين انتوا حتستغربوا واحدة تفسخ الخطوبة عشان بسة. طب اسمعوا ايش اللي صار. ماشية هي وخطيبها رايح يفسحها الأخ، فجأة قطعت عليهم بسة، قطة يعني. راح زحها برجليه، شمطها يعني بالبلدي حوالي 5 متر. لقيت هي مشيت معاه وانصدمت، راحت معاه وهي متنكدة. لما روحت على البيت قالت لأهلها أنا خلاص بدي أفسخ الخطوبة، هذا الزلمة بلزمنيش. معقول تسيبي خطيبك عشان بسه؟ أنا بقول الله يحيي البطن اللي حملك، لأنه إذا أنت قلبك مش رحيم على حيوان، كيف بده يكون قلبك رحيم على إنسانة؟ اللي ما فيش إله خير في الحيوان ما فيش إله خير في الإنسان. أنا عن نفسي بحييها من كل قلبي. وإنتوا في التعليقات شو رأيكم في القصة هذه؟ اللي عملته صح ولا غلط؟ مقارنة تانية في الأخ هذا العريس اللي شمط البسة 5 متر. شوفوا هذا المشهد، وقف موكب الفرح تبعه وصلى المغرب، كل المعازيم والسيارات بتستنى فيه لما يخلص صلاة المغرب. شوف الفرق وين. يا ريت نسأل عن الأخلاق وعن الدين قبل ما نسأل عن الشقة وش بيشتغل ونسيب الدين. هذا نصيحة مني لكل أب بجوز بنته، والباقي كله عندك وبرجع لك، وهي حترجع لك أصلا أساسا، يعني هي حترجع لك. لو عنده غرفة على السطح وعنده دين وتقوى وضمير وبيعرف الله، جوزه لو ب$1000، لأنه أنت شريت راجل، ما شريتش شقة وفي الآخر بنتك ترجع لك. يا ريت تنشر هذا الفيديو عشان يكون عبرة لمن لا يعتبر. سلام.